السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حوالي 4 موك انترفيوز جه الوقت اللي نتكلم فيه عن ازاي تجهز نفسك للانترفيو، وندي فيدباك عن ال4 موك انترفيوز، بحيث الناس تعرف ايه المشاكل اللي قابلتها وايه المشاكل اللي ممكن تقابل اي حد بيجهز الانترفيو ويكون عامل حسابه على ايه، بحيث ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله في اي انترفيو حقيقي جاي. الموضوع بالنسبة لي هيكون مقسوم نصين. في شوية نصايح عامة انت محتاج تعرفها قبل ما تدخل اي انترفيو، سواء تكنيكال او اتش ار او اي انترفيو. في شوية ملاحظات تكنيكال المفروض تاخد بالك منهم كويس جدا قبل ما تدخل اي انترفيو، لان ده الاساس اللي هتبني عليه اي حاجة. خلينا الاول نتكلم عن الجزء الخاص بالنصائح العامة. لو جينا نتكلم عن الانترفيو، هو اساسا بيدي فيدباك عن الشخص اللي بيعمل معاك انترفيو قبل ما تدخل اساسا الشركه. فقبل ما تدخل الشركه من الانترفيو، الشخص ده بيبدا يبني صوره عنك، وممكن ببساطه جدا تترفض مش لسبب تكنيكال، ممكن تترفض لاسباب تانية. طيب خلينا نتكلم عن ايه هي الحاجات اللي المفروض تاخد بالك منها قبل ما تدخل اي انترفيو. اول حاجه اللي انت لازم تكون في الوقت بتاعك، سواء الانترفيو بتاعك ده اونلاين ولا اوفلاين. يعني اللي هو اونلاين هتكون لابس وجاهز قبلها مثلا على الاقل ب10 دقايق، واللي هو فعلا في المكان هتكون متواجد هناك قبلها مثلا بربع ساعه على الاقل. اعمل حساب المواصلات، اعمل حساب الطريق، اعمل حساب ان انت برضو انت بتفتح اللابتوب بتاعك ممكن يكون في مشكله وانت بتفتح. خليك عامل حسابك لكل الحاجات دي وخليك في ميعادك. تاني حاجة واللي يا ريت تسأل عليها وأي اتش ار بيكلمك، اسأل عن الدريس كود. هل الانترفيو اللي انت رايحه ده محتاج تكون لابس فيه فورمال ولا سيمي فورمال، ولا تلبس فيه كاجوال عادي؟ لو في دريس كود معين حاول تلتزم بيه. حتى لو مفيش دريس كود حاول تخلي لبسك كويس، بلاش فكرة اللي انت لابس لبس كاجوال جدا ما ينفعش تروح بيه شركة، ما ينفعش تشتغل بيه في شركة. خليك على الأقل لابس قميص وبنطلون. الحاجة التانية فكرة الإنترنت كونكشن بتاعك. حاليا لو أنت هتعمل انترفيو، وارد جدا في أي وقت الإنترنت ما يكونش ستيبل، فحاول تلاقي شبكة ستيبل وتكون مجربها قبل ما تبدأ الانترفيو. وفي نفس الوقت ممكن لاقي سبب الشبكة دي تفصل منك، فخلي دايما في عندك باك اب. لو ده حصل هتعمل شير من الموبايل داتا، هتعمل شير من حد من أهلك، المهم هيكون عندك سورس يوفر لك إنترنت على مدار الانترفيو. حاجات زي كده ممكن تقول تفاصيل بسيطة بس بتفرق معاك جدا. ممكن حاجة زي كده تنهي الانترفيو أساسا والشركة ما ترجعش تكلمك أساسا وتكمل مع حد تاني، بس عشان تفصيلة بسيطة زي دي. الحاجة التانية لازم قبل ما تبدأ الانترفيو تجرب الكاميرا والمايك بتاعك، تتأكد إن كل حاجة شغالة، تتأكد إن مفيش مشاكل. تجرب الحاجة دي علشان ما تخشش الانترفيو تتفاجئ إن في حاجة مش شغالة. اختار المكان اللي انت هتعمل فيه الانترفيو بشكل كويس. يفضل ان يكون الخلفية وراك خلفية فاضية، مكان مفيش فيه دوشة، مكان هادي جدا تعرف تتكلم فيه براحتك، الإضاءة بتاعته تكون كويسة. فلازم تختار المكان بشكل كويس. دايما خلي عينك برضو على الشحن بتاع اللابتوب اللي هتعمل منه الانترفيو. اتأكد ان الباور بتاعه شغال، اتأكد ان اموره تمام. خليك جاهز لأي حاجة زي دي ممكن فعليا تحصل وانت مش واخد بالك. خلينا نروح لأهم سؤال بيتسأل في أي انترفيو، ودايما بيكون أول سؤال. دايما الانترفيور بيقول لك عرفتي بنفسك، كلمني عنك انت مين. هنا انت بتكون البداية اللي بيبدأ معاك فيها أسئلة، وهنا المفروض تكون متدرب على الإجابة دي كويس. مجربها كذا مرة مع نفسك. تبدأ تعرف بنفسك تقول انت مين، اسمك ايه، ايه هو الإديوكيشن بتاعك، ايه المشاريع أو السكيلز اللي عندك، ايه آخر حاجات عملتها. حاول تخلي الإجابة مختصرة، بتركز على نقط فعليا كويسة، حاجة فعليا يبدأ منها الانترفيور يسألك، ياخد منها كده من كلامك ويبدأ يتكلم معاك. خلال الانترفيو حاول دايما تكون هادي جدا، بلاش تتوتر. التوتر هيضيع عليك فرصة التركيز، خليك مركز. وخليك عارف ان انت مش هتجاوب كل الأسئلة صح، مفيش حد عارف كل حاجة، وارد جدا تغلط، وارد تتلخبط، وده عادي وطبيعي، ومش حاجة زي كده هتضيع عليك نتيجة الانترفيو. حاول تسمع كويس جدا للشخص اللي بيعمل معاك الانترفيو، سيبه يكمل كلامه للآخر. احترم كلامه علشان هو كمان يبدأ يحترم كلامك وتتناقشوا فيه مع بعض، وياخد فيدباك عنك كويس. عادي جدا اللي انت تقول انا مش عارف ده. يعني مثلا لو قلنا ان انت حاليا بتعمل انترفيو والموضوع راح لسكة ادفانسد توبيك، وليكن مثلا بتتكلموا عن الكاشف،
انت عمرك في حياتك ما اشتغلت في الكاشنج او ما عملتش قبل كده اي ديمو ولا اي حاجه ريليتد بالموضوع. عادي اللي انت تقول انا ما اعرفش حاجه في التوبيك ده وما طبقتش عليه قبل كده، بس ما عنديش مشكله اللي انا اتعلمه واشتغل بيه طالما الشركه شغاله بيه. خليك كده ماسك العصايه من النص. من ناحيه انت بعدت الانترفيور عن سكه انه هيدخل معاك في اسئله كتير انت ما تعرفش عنها حاجه وهيبني فكره وحشه عنك، وفي نفس الوقت انت اديته انطباع ان انت عندك القدره اللي انت تتعلم وتطور نفسك وما عندكش مشاكل مع الموضوع ده. طيب ده تقريبا مجمل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. المفروض تكون جاهز فيها قبل الانترفيو وتاخد بالك منها خلال الانترفيو بعيدا عن جزء التكنيكال. تعال بقى ندخل على الجزء التكنيكال. لو انت حاليا بتحضر الانترفيو كسوفت وير ديفلوبر، خاصة باك اند او يعني كمان بالاخص الدوت نت، في شوية توبكس كده خليك عارف ان الانترفيو هيكون مبني عليها. التوبكس دي مش هينفع تطلع غير لما تكون اتسألت فيها كويس جدا، لأن هو ده الأساس اللي بيتبني عليه تقريبا أي انترفيو. زي الداتابيز، الاو بي، الداتا ستراكشر، الانتيتي فريم ورك، الاس بي دوت نت، الديزاين باترنز، الاوثنتيكيشن، الاوثرايزيشن. ممكن حتى تسأل على ليفل الاركتكشر، وممكن تسأل في توبكس ادفانسد اكتر. بس دول الاساس، دول من غيرهم مش هيكون في انترفيو. يعني في توبكس تانية وارد ان انت ما تعرفش تتكلم فيها عادي، بس دول مش هينفع تعدي او تقول للانترفيور انا ما اعرفش حاجة عن الكلام ده. لا، لازم تكون عارف ومذاكر الحاجات دي بشكل كويس قبل اي انترفيو. خلينا الأول نتكلم عن الجزء الخاص بالداتابيز. إيه هي الأسئلة اللي ممكن تتعرض لها أو ممكن أي حد بيعمل معاك انترفيو يتطرق ليها؟ أول حاجة تكون فاهم إيه الفرق بين الريليشنال والنون ريليشنال داتابيز. تفهم إيه الفرق بين دي ودي، وممكن إمتى أروح للستراكشر داتابيز أو النون ستراكشر داتابيز. إمتى ممكن أختار ده وإمتى ممكن أختار ده. إحنا شغالين دوت نت، فمعظم الأسئلة هتلاقيها مركزة جدا على الجزء الخاص بال SQL أو الستراكشر داتابيز. هنا ممكن تلاقي كلام عن الاي ار دي، تكون فاهم يعني ايه انتيتيز، الريليشنز بينهم من بعض، برسم الاي ار دي ازاي، ايه هو الويك انتيتي. تعرف الحاجات دي كلها وتعرف كيسز وتكون مجرب ترسم اي ار دي بايدك، لان طبيعي لو انت عارف تعمل داتابيز ديزاين كويسه هتكون عارف تشتغل على الاي ار دي. فدي حاجه من الحاجات اللي لازم تكون عارفها بشكل كويس. النورماليزيشن، تكون فاهم الفيرست والسكند والثيرد نورمال فورم، وعارف انا بعمل ايه من ستيب للتانية، وايه فايدة النورماليزيشن اساسا. كل الحاجات دي مهمة وشركات كتير بتشتغل بيها. فكرة الكويريز، لازم تكون عارف تعمل كويريز بشكل كويس، سواء سيلكت او ابديت او ديليت، الجوينز، الجروب باي. الحاجات الريليتد بالكويريز كلها تكون عارفها وعارف تعمل ستيتمنت بشكل صح. في بقى ادفانسد توبيك، وده تقريبا ممكن نقول ان تلت اي انترفيو بيكون قايم عليها، ومعظم الناس بتكون عارفه الاساسيات بس، زي اللي هي الكويريز والترانزاكشنز وكده، وعامله يعني كانها ما تعرفش حاجه ان في ادفانسد توبكس في الاس كيو ال. الناس كلها تكون معتمده ان هي عارفه ان دي فريم ورك، ومحدش بيركز على التوبكس دي. وصدقني بنسبه من 30 ل 40% من اسئله الانترفيو بتكون قائمه على الجزء ده. هنا انت لازم تكون عارف الفانكشنز، عارف الستور بروسيجرز، سمعت عن الفيوز والانواع بتاعته، عارف التريجرز وعارف النوعين بتوعه، عارف يعني ايه كيرسور وايه فايدته. لما تسأل عن الفرق بين الفانكشن والستور بروسيجر تكون عارف تجاوب. لما تسأل عن الفيو هل هو فعلا ممكن اعمل فيه ابديت ولا لا، تكون عارف تجاوب. لما تكون عارف ايه فايدة الفيو اساسا تكون عارف تجاوب. الحاجات دي كلها الانترفيو بيركز عليها، ولازم تكون عارفها ومذاكرها بشكل ادفانسد وبشكل كويس جدا. التوبيك التاني المهم جدا برضو عندنا هو الاو بي والسوليد، وبرضو مش هتلاقي انترفيو بيعدي من غير كلام عن الحاجات دي. هنا انت لازم تكون عارف انا اساسا ليه بروح للاو بي او ليه بستخدم الاو بي اصلا. لازم تكون فاهم فكره الريوزابيلتي بتاعت الاو بي. في نفس الوقت تكون عارف الفور برنسبلز بتوع الاو بي: كابسوليشن، انهيرتنس، البوليمورفيزم، الابستراكشن. تكون عارف الحاجات دي استخدامها ازاي، عارف امثله عليها، بحيث اي سؤال يجي لك فيها تكون عارف تجاوب عليه بشكل كويس. نفس الكلام القصة بتاعت السولid برنسبلز، تكون عارف الخمسة برنسبلز بشكل كويس، فاهمهم، مش مجرد حافظ الكلام. يعني مش عارف مثلا حاجة اسمها open for extension close for modification. طب يعني ايه؟ هتتسأل فيه وهتحتاج تضرب أمثلة عليه وتقول ازاي السوليد بتساعدني ان انا احقق الاو بي بشكل مظبوط. كل الأسئلة دي لازم تكون عارفها وعامل حسابك ان انت كده او كده هتتسأل فيها. في شوية توبكس هنا برضو بتلاقيها تبع الجزء الخاص
بالسي شارب والاو بي، حاجه زي الستاتيك، سواء ستاتيك كلاس او ستاتيك فانكشن. الحاجات دي بيكون في اسئله عليها تكون فاهمها وعارفها كويس جدا وامتى استخدمها. الكونستراكتور والانواع بتاعته، الانترفيس والابستراكت كلاس والفرق بينهم بين بعض، الحاجات دي لازم تكون عارفها عشان مفيش انترفيو هيخلى منها. من الحاجات الكريتيكال شويه هو الداتا ستراكشر. في شركات كتير بتسأل في الداتا ستراكشر والالجوريزم والبروبلم سولفينج، وخاصة الشركات الأجنبية. معظم الشركات الأجنبية بتروح دايما للحتة دي. شركات كتير مصرية وخليجية مثلا ما بتتطرقش للكلام عن الداتا ستراكشر. بس لو انت بتروح شركة انترناشونال او غيره، بتلاقي الموضوع هناك في اسئلة عن داتا ستراكشر، في حاجات تخص البروبلم سولفينج. فلازم تكون مذاكر وعارف الحاجات دي، تعرف الفرق بين الاري والليست، الديكشنري والهاش سيت، الستاك والكيو والفرق بينهم من بعض. تكون عارف تحسب البيج او، وتكون فاهم يعني ايه آه، احسب البيك او بتاع كويري معين، او احسب البيك او بتاع حل معين انا حليته، بحيث تكون فاهم اصلا الكونسيبت بتاع البروبلم سولفينج اللي انا محتاج اقلل البيك او بتاع الحل بتاعي. فانت الحاجات دي مهمة، والحاجات دي لازم تكون مطبق عليها على مواقع زي هاكر رانك وكود فورس، وعامل فعلا براكتسنج كويس لو انت فعلا رايح انترفيو مع شركة انترناشونال او حاجة اجنبية. من التوبكس برضو المهم جدا الانتيتي فريم ورك كور واللينك. هنا في شوية أسئلة دايما بتلاقي الناس بتتكلم عنها. ايه الفرق بين ادوك والدبر والانتيتي فريم ورك كور؟ ليه اروح لمثلا الانتيتي فريم كور وما اروحش الادو؟ مين فيهم احسن في البرفورمانس؟ ايه الفرق بين الدبر والادو دوت نت؟ ايه الفرق بين الانتيتي فريم ورك كور العادي الانتيتي فريم ورك العادي والانتيتي فريم ورك كور؟ ايه الابديتس وايه الحاجات اللي اتعملت في الانتيتي فريم ورك كور آه خليته يختلف عن العادي؟ اتكلم عن المايجريشنز، الاد مايجريشن والابديت داتابيز، ولو انا عملت مايجريشن بالغلط ازاي ارجع فيه حتى لو عملت ابديت للداتابيز؟ ايه الفرق بين الاي انيمرابل والاي كويربل؟ الفانكشنز اللي عندي في اللينك يو، زي مثلا فيرست اور ديفولت وسنجل اور ديفولت، وكل الفانكشنز دي. الحاجات الريليتد بالسيرش زي السكيب والتيك، التشنج تراكر وليه ممكن اوقف التشنج تراكر، وممكن اعمل ايه علشان احسن البرفورمانس بتاع اند بوينت عندي مثلا على ليفل اللينك يو الانتيتي فريم ورك. ايه اللي انا ممكن اعمله يخلي الامور عندي اسرع؟ كل الحاجات دي هتكون توبكس مش هيخلى منها انترفيو، هيكون فيها كلام كتير. فلازم تكون مركز جدا في الانتيتي فريم ورك ومذاكر كل الحاجات الريليتد بيه هو اللينك. لما نيجي هنا ندخل نتكلم عن الاس بي دوت نت كور ام في سي، هنا بقى بتخش على فكره الام في سي اصلا كباترن شغال ازاي، والكنترولر والموديل والفيو بيتعاملوا مع بعض ازاي، والداتا بتمشي بينهم بعض ازاي. هنا لازم تكون عارف الفيوز والريزور، عارف الريزور سينتاكس، عارف اللي اوت والبارشال فيو بيتعاملوا معاهم ازاي، عارف التاج هيلبرز والفاليديشن. تكون هنا فاهم ازاي بنقل الداتا بين الكنترولر والفيو، فعارف الفرق بين الفيو باك والفيو داتا والتيمب داتا. ما فيش انترفيو بيخلى من الأسئلة دي، فلازم تكون عارفها بشكل كويس. لما نيجي نتكلم عن فكرة الويب اي بي اي بعيد عن الام في سي، الدنيا هنا بتمشي ازاي، او ايه الفرق بينها وبين الفكرة بتاعت الاي اس بي دوت نت ام في سي؟ هنا خلاص اللاير بتاعت الفيو اتشالت عندي. هنا ايه الفرق في الديبندنسي انجكشن لايف تايم؟ ايه الفرق بين الاد ترانزيانت والاد سكوب والاد سنجل تون؟ وامتى ممكن استخدم كل واحدة فيهم؟ وايه الفرق اصلا في اللايف تايم بتاع كل واحدة بينهم والتانية؟ فكرة ال HTTP verbs اللي عندي، الجيت والبوست والبوت والديليت، ايه الفرق بينهم من بعض؟ وأرجوك بلاش فكرة إن الفرق بين البوست والبوت إن البوست أنا بعمل بوست للداتا، والبوت أنا بعمل إيديت للداتا. بلاش الإجابات دي، بلاش فكرة إن الجيت بجيت بيها داتا والبوست بعمل بيها اد لداتا. الكلام ده مش صح. حاول تدرس الفرق بينهم وبين بعض فعلا، شوف الداتا بتتنقل ازاي في كل فيرب من الفيربس، اللي بيميز ده عن ده. خليك ادفانسد، مش مجرد عارف حاجة بشكل سطحي. اعرف ايه هي الراوتينج والاتريبيوتس، اسمع عن يعني اعرف الموديل بايندينج وتستخدمه ازاي، وممكن تعمل فاليديشن ازاي عندك. اعرف الستاتس كود سواء 200 ولا 204 ولا 400 و401 500، ايه الفرق بينهم من بعض؟ ايه الفرق مثلا من 200 ل 300؟ ايه اللي هنا الفرق؟ يعني كل الستاتس كود دول بتريفير لايه؟ ومع اختلاف طبعا ان 200 مثلا بتريفير لحاجه، 204 بتريفير لحاجه. خليك عارف الستاتس كود ده بشكل كويس، بتفيدك في الشغل ولازم تكون عارفها.
الميدل وير بايب لاين، وهي فكره الميدل وير اساسا، ودي حسنت اصلا البرفورمانس بتاع الانتيتي فريم ورك ازاي، او الدوت نت عامه ازاي. اعرف الاسync والاويت، واعرف ازاي تتعامل مع الفانكشنز والاي بي ايز، وتتعامل الحاجات دي عن طريق async واويت والسينكرونس. افهم الكلام ده بشكل كويس عشان هتتسأل فيه. هنا بقى في شوية باترنز معينة كده لازم تكون عارفها بشكل كويس، علشان أي انترفيو هيروح لها هيتطرق ليها وتتكلموا فيها بتفاصيل التفاصيل. الابلكيشن باترنز مثلا زي الديبندنس انجكشن، كل الناس بتستخدم ديبندنس انجكشن، بس لازم تكون فاهم الفكرة اللي ورا الديبندنس انجكشن، وايه اصلا الغرض منها، وانا بستفيد منها ازاي، وبتساعدني ازاي في اليونت تيستينج، وهي مبنية على ايه من السوليد برينسيبلز. لازم تكون عارف الكلام ده كله، فاهم فكرة اللوزلي كابلينج. حاجه زي الريبوزيتوري باترن لازم تكون عارف ان هي بتفصل بين الداتا اكسس والبيزنس لاير. طب بتفصل بينها وبين بعض ازاي؟ وفي نفس الوقت ايه الفرق بين الريبوزيتوري والدي بي كونتكست العادي؟ لازم تكون عارف الحاجات دي. لازم تكون عارف اليونت فورك، تكون فاهم فكره الترانزاكشن، وان انت ممكن تستخدم شويه ريبوز مع بعض انسايد سيم يونت فورك. لازم تكون عارف الكلام ده وعارف تتكلم عنه. لازم تكون عارف CQRS والميديتور. ايه الفرق بين الباترن ده لما بستخدمه مثلا على ريبوزيتوري، او ليه ممكن اروح له اساسا، ومشاريع ايه مثلا بتخليني محتاج اروح له. قبل سنة او اتنين كان ممكن اقول لك ان السي كيو ار اس والباترنز دي مش مهم، انت يوزرز ليه، انت جونيور. حاليا مع وجود الاي اي ومع اللي بيحصل، انت لازم تكون عارف كل باترن، وانا محتاج استخدمه ولا لا، وامتى محتاج استخدمه. محتاج تعرف ايه هو السي كيو ار اس، واستخدامه ازاي مع الميديتور، وايه اساسا الغرض منه. في بقى شوية باترن اللي هي الديزاين باترنز العادية اللي هم أنواعهم ثلاثة: كريشنال وستراكشرال behavioral. يستحسن تكون عندك باك جراوند عنهم، مذاكر على الأقل واحد أو اتنين من كل تايب. يعني مثلا مذاكر السنجل تون والبيلدر في الكريشنال، مذاكر الأدابتر والديكوريتور في الستراكشرال، مذاكر الاستراتيجي في البيهيفيرال، بحيث لما تدخل انترفيو ويجي الانترفيور يتكلم معاك تكون عارف هتتكلم في ايه. لو مش مذاكر ديزاين باترنز وهتدخل انترفيو، من البداية أقول أنا معرفش ديزاين باترنز، أو مش مذاكرها، أو مذاكرها والله يعني بقالي فترة ما اشتغلتش بيها، ما اضطريتش مثلا أروح أعمل استراتيجي أستخدمها في حاجة. فحاول تذاكر التوبكس دي، مهمة جدا ومفيش انترفيو بيخلو منها. من التوبكس المهمة جدا اللي برضه هتتسأل فيها وما ينفعش تكون شغال دوت نت وانت مش عارفها، هي الاوثنتيكيشن اوثورايزيشن. الفرق بينهم بعض، مين اللي ليه صلاحية يدخل على السيستم أساسا، ده الاوثنتيكيشن. هيعمل ايه ده الاوثورايزيشن؟ هنا في الغالب احنا بنستخدم ايدنتيتي. هنا انت محتاج تعرف اي اس بي دوت نت ايدنتيتي، تعرف ايه هو الجي دبليو تي، تعرف ايه هو الريفريش توكن، تعرف الكليمز والرولز الفرق بينهم، تعرف البيزك اوثنتيكيشن، ايه هو البيزك اوثنتيكيشن، ايه فكرة اليوزر نيم والباسورد اللي بيستخدمهم فيه، تعرف التاج بتاع الاوثرايز بيشتغل ازاي، تعرف ان عندي بوليسز، تكون ملم وعارف بالحاجات دي كلها. تعرف شكل الجي دبليو تي، تعرف ان فيه هيدر وبيلود وسيجنتشر، يكون عندك استيعاب للحاجات دي، وعارف فعلا تجاوب على سؤال how to secure your web API. لازم تكون عارف تجاوب على السؤال ده، وفاهم ازاي اوثرايز، وازاي اتحكم في الاوثرايزيشن، مين يعمل ايه، ازاي اعمل اوثنتيكيت للاي بي اي بتاعتي، وازاي احدد مين هيعمل ايه. حتى الكلام على ليفل اركتكشر، زمان ما كانش فيه الكلام ده للجينيورز، حاليا لا، انت مطالب فعلا يكون عندك باك جراوند، او تكون عارف على الاقل حتى لو نظريا مش عمليا كلام كويس عن الاركتكشر. اهم اركتكت عندي هو الكلين اركتكشر. لازم تكون عارف اللايرز بتاعته: الدومين، الابلكيشن، الانفراستراكشر، البرزنتيشن. كل لاير من دول مسؤول عن ايه او بتعمل ايه، ايه العلاقة بين كل لاير والتانية، مين معتمد على ايه. لازم تكون عارف ده. اليونيون اركتكت وهو قريب جدا من الكلين، طب ايه الفرق بينهم وبين بعض؟ لان تير وده طبعا ممكن استخدمه في مشاريع اصغر، تكون عارف اللايرز بتاعته. حاجات زي كده حتى لو انت مش مطالب فيها بنسبة 100%، بس ده بيديك ميزة عن اي حد تاني مقدم معاك، ان انت عندك معلومات اكتر وعندك نولج اعلى، فده هيساعدك طبعا ان انت تطور نفسك وان انت تشتغل بشكل احسن جوه اي شركة. هنا بقى ممكن نتكلم على شوية advanced topics، إن أنت يكون عندك knowledge عنهم. ده هيديك يعني advantage كبيرة جدا وأنت بتعمل انترفيو،
ما عندكش نوليدج عنهم مش هيضرك، بس حاليا في الفترة بتاعة ال AI وفي عصر إن معظم الناس دلوقتي بتتعلم وبتطور نفسها كتير، لازم يكون عندك نوليدج عن الحاجات دي. لو اتكلمنا مثلا عن الدومين دريفن ديزاين، تعرف يعني ايه دومين دريفن ديزاين، بتحل مشكلة ايه، تعرف فكرة الاجريجيت والاجريجيت روتس، تعرف فكرة الفاليو اوبجكتس، تكون عارف الحاجات دي كويس، تكون عارف بتتعامل معاها حتى لو نظريا ازاي. طبقت مشروع ولو صغير بنيت الدومين بتاعه بالدومين دريفن ديزاين. لازم تكون عارف الكاشنج، تكون عارف فرق بين ان ميموري وديستريبيوتد زي الريدس مثلا، تكون عارف امتى محتاج استخدم ان ميموري كاشنج وامتى محتاج استخدم الديستريبيوتد كاشنج. حاجة زي المايكرو سيرفيس، اقرا عنها بشكل كويس، اعرف ايه الفرق بينها وبين المونوليثيك اركتكت، اعرف ايه اساسا الفكرة بتاعت المايكرو سيرفيس، ليه اساسا ممكن اروح للمايكرو سيرفيس، السيرفيس وبعضها بيتكلموا بعض عن طريق ايه، ايه فكرة المسج بروكر، ايه فكرة الببلشنج والسبسكريبشن، ازاي سيرفيس لما بتخلص شغل بتعمل ببلش وتانية بتسبسكرايب على اللي هي اعمل ببلش ليه. حاجات زي كده حاول تعرفها حتى لو نظريا هتكون كويسة جدا. اقرا عن الادفان على عن الايدين سيرفر والاس اس او. انت حاليا مش مطالب تعرف ده، انت كفايه ان انت عارف ايدنتيتي وعارف تستخدمه. بس في الادفانسد منه اللي هو الايدين سيرفر، وفي حاجه اسمها اس اس او، سنجل ساين اون. ازاي ممكن يكون عندك كذا ابلكيشنز وكلهم بيعملوا اوثرايزيشن من ابلكيشن تاني لوحده. اقرا عن الحاجات دي واعرف، معرفتك ليها بس كتوبكس او ككونسبت، ده ادي فاليو كبيره جدا ليك في اي انترفيو. اخر شويه نصائح اقولها لك، حاول تعمل براكتسنج كتير للانترفيو. حاول تبراكتس، تعرف نفسك لوحدك، تكون عارف هتتكلم ازاي لما حد يقول لك عرفني بنفسك او introduce yourself. في نفس الوقت حاول تجرب تعمل موك انترفيو مع حد انت واثق ان هو عنده نوليدج كويسة، فممكن فعليا تجرب وتكسر الخوف بتاع الموك انترفيو او بتاع الريل انترفيو. حاول تبني مشاريع كتير، المشاريع اكتر حاجة هتساعدك تطور نفسك وتضاعف النوليدج بتاعتك وتخليك تعمل سيرش يمين وشمال وتحتك فعليا مع كود. حط كل السكيلز والحاجات الريليتد باللي انت عارفه في السي في بتاعك. ما تسيبش حاجة تعرفها او اتعلمتها او قريت عنها غير وحطها في السي في بتاعك، كل ده ادي فاليو ليك. قصة ان انت تترفض من الانترفيو دي مش نهاية العالم، دي حاجة طبيعية جدا. وفي نفس الوقت كل انترفيو هتدخله هتاخد منه اكسبيرينس، هتتعلم منه حاجة جديدة هتفيدك قدام في المستقبل. انت بتبني اكسبيرينس عن طريق الريجكشن، انت مش بتخسر حاجة، انت فعليا بتستفيد. آخر حاجة، لو ربنا كرمك ودخلت انترفيو وحسيت إن أنت أديت كويس أو أديت وحش، ما تطلعش من الانترفيو غير لما تطلب فيدباك من الشخص اللي معاك من الانترفيو. ممكن يكون شخص من اتنين، شخص متعاون عنده ضمير ربنا يبارك له، يتكلم معاك يقول لك والله انت كان عندك جابس واحد اتنين تلاتة، كان عندك مشاكل واحد اتنين تلاتة، اشتغل عليها دي هتطور منك. انت هنا بنسبة كبيرة بتكون يعني شبه عرفت ان انت مش اكسبتد، بس استفدت من الانترفيو ان انا عندي نقط معينة المفروض اشتغل بيها على نفسي، ودي في حد ذاتها مكسب كبير جدا. وممكن يكون شخص شايف ان انت كويس، وممكن تكون حد فعليا ممكن تشتغل معاهم، فساعتها ممكن يقول لك هنرجع لك بفيدباك عن طريق حد تاني. او ممكن يكون الشخص ده يعني مش على الليفل ده من الوعي، فيقول لك مش هقدر اديك فيدباك حاليا، او انت كويس وهنشوف الناس التانية. فهنا انت ما استفدتش قوي، بس وارد فعلا تستفيد ان انت تاخد معلومة كويسة او تاخد فيدباك يفتح لك السكة ان انت تطور نفسك اكتر واكتر. وهي دي اكتر حاجة مطلوبة في الانترفيو، ان انت تطور نفسك اكتر واكتر. باختصار كده ده كان كل كلامنا عن الفيدباك، عن الحاجات اللي انت محتاج تركز عليها تكنيكال ونون تكنيكال في اي انترفيو. تطبيقك للحاجات دي وان انت تركز عليها وتشتغل عليها بشكل صح هيساعدك كتير جدا ان شاء الله ان انت تعدي انترفيو وتدخله بشكل كويس.